هل من حقي أقبل الجوازة دي بس عشان أحقق حلم الأمومة؟ حتى لو ده خداع ولا حافظ على كرامتي، حتى لو ده معناه أفضل لوحدي. أنا عندي 41 سنة، آنسة موظفة، شكلي مقبول وحياتي ماشية، بس حلمي زي حلم أي بنت، نفسي أتجوز ونفسي أحس إني ست كاملة، نفسي أبقى أم. اتخطبت 6 مرات قبل كده، وكل مرة مكانش بيحصل نصيب، لحد في الآخر اتقدم لي راجل عنده 61 سنة، أكبر مني ب20 سنة، ومتجوز وعنده 5 أولاد، وعاوز يتجوزني مع مراته في نفس الشقة، في أوضة قد كده. قالي هتعيشي معانا، تاكلي وتشربي معانا بس على حسابك، وتساعدي في شغل البيت، وتساعدي أولادي في دروسهم، ومفيش غير أوضة قديمة ليكي، حتى سريري هيكون مستعمل، ومفيش خلفة لإني كبير ومش عاوز. المفروض كنت أضحك، أرفض، أزعل من إهانة العرض، بس أنا وافقت. وافقت، مش علشان راضية ولا مبسوطة ولا شايفة إن ده جواز. وافقت لأن نفسي أخلف، نفسي أشوف طفلي، نفسي أحب حد من صلبي، حتى لو بعد كده اتطلق، حتى لو تحملت أي حاجة، حتى لو الدنيا كلها حكمت عليا. أنا تعبت واتجرحت واتكسرت، وقلبي مش مستحمل الوحدة. أهلي وافقوا مش علشان مبسوطين، لكن علشان هما كانوا نفسهم يشوفوا ابني. حلم الأمومة مش ليا لوحدي، ده حلم بيت كامل. بس أنا من جوايا خايفة، هل أنا صح ولا غلط؟ هل لو دخلت الجوازة دي وأنا ناوية أخلف أكون بخونه، ولا الغاية تبرر الوسيلة؟ هل كرامتي أهم ولا حلم حياتي أهم؟ أنا محتارة، قولولي لو كنتوا مكاني هتعملوا إيه؟ توافقوا ولا ترفضوا ولا تستحملوا الوحدة؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات.